من أروع وألذ الكيكات اللي ممكن توجدي بطريقة جديدة لذيذة وغتعجبكم بزاف. غير نضموا الصفحة ديالي باش توصلوا بالجديد، وما تنسونيش من واحد اللايك لأنكم وليتوا تبخلوا عليا باللايكات، وحتى كومونتير واخا غير ايموجي هكا راه كيشجعني باش انني نوض نصور لكم وصفات اللي جديدة مبتكرة وزوينة واقتصادية. كناخذوا اول حاجه 2 كيسان ديال الحليب باش نحضروا الكريمه، مع 3 المعالق اولا غير 2 ديال السكر حبيبات، 3 المعالق ديال كريم باتيسير، ممكن ديروا غير نشا في هذه المرحله لانه غادي نحتاجوا 2 اكياس ديال الكاكاو المر باش نحصلوا على كريم باتيسير بالشوكولا. فوق النار مع التحريك المستمر نزيد لها معلقه صغيره ديال شوكولاته الدهليكا كريم من ميشوك، كتعطيها واحد القوام رائع جدا وماشي حلوه بزاف. كنخلط مزيان المكونات حتى كنحصلوا على هذا القوام هكا ليس وزوين بزاف. شوفوا زوين بزاف تم الشوفه ديالو. مره كنحرك الخليط يبرد قدامي، كناخذ واحد الاناء ندير فيه 2 ديال البيضات، ضروري نقبيص هاد الملحه دائما لتعديل الذوق. هنايا السكر غديروا على حساب اللي بغيتو، انا درت ما كاملش حتى النص لانني درت كيس من فلون بنكهه الشوكولاته بالسكر. غديروا كاس ديال الحليب اللي درت فيه 2 معالق كبارين ديال الخل في الاول، خلط مزيان، وزدت كاس ديال الزيت. درت الحليب باش ندوب هذاك الفلون هو الاول. درت كاس ديال الدقيق، 2 اكياس خميره و2 اكياس كاكاو، وزدت واحد نص كاس اخر ديال الدقيق ها هو قدامكم. خلطت مزيان ومره كنحرك هذيك الكريمه باش تبرد وباش ما ديرش القشره من الفوق. كنزل نصف الكميه ديال الخليط وغادي نقادها وناخذ هذيك الكريمه اللي كنت كنحرك. ما غطيتهاش لانني قلت لكم درتها قدامي، مره بقيت كنخلط باش نحيد منها السخونيه وهي باقا شويه دافيه. كندير بهذه الطريقه شويه في كل بلاصه بشكل عشوائي، كتجي رائعه في الاكل ديالها. غير خليوها تبرد مزيان. اللي كلا عندكم غادي يحسب ليه براونيز، كتجي لذيذه واحد المزيج ما بين هذيك الكريمه وما بين النكهه ديال الفلون والشوكولاته، شي حاجه اللي فنه. كنغطيو اللي بقى من الخليط هذيك الكريمه ومشيت دخلتها للفران 180 درجه، خدات لي 35 دقيقه من الاسفل والاعلى. خرجتها مباشره. نتوما زينوا باش ما بغيتو ممكن تزيدوا تسقيوها. انا درت 2 علب من ياغورت بنكهه الشوكولاته وحكيت فوقها شوكولاته نوار اولا الشوكولاته السوداء 55% من الكاكاو. بصراحه انا نهائيا ما خليتهاش تبرد. هاد الكيكه بالضبط خاصها تبرد مزيان باش هذيك الكريمه ما تفصلش على الكيكه، لان الكيكه اصلا رطبه. شوفوا هنا بغيت نوريكم واخا كتهرس لانها باقا سخونه. شوفوا الكريمه كيفاش باينه في الكيكه، كتجي رائعه كيف قلت لكم بحال مذاق البراونيز. فكي جاتكم الوصفه ديال اليوم؟